تصرف غريب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ماتش الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية. وإيه اللي قاله جوردي ألبا لما اتسأل عن مواجهة الأهلي؟ وتصريح جريء قوي من طاهر محمد طاهر كشف سر إيقاف ميسي في اللقاء. في البداية وقبل أي حاجة مش هاخد من وقتك ثانية، اذكر الله وصلي على النبي ودعمنا بلايك للفيديو ويلا بينا. طبعا مفيش صوت يعلو فوق صوت النادي الأهلي في أمريكا، بالرغم من إن في فرق كبيرة جدا هتبقى موجودة زي الريال والسيتي والبايرن وإنتر وباريس سان جيرمان والهلال السعودي والوداد المغربي وفرق برازيلية وفرق كبيرة من كل أنحاء العالم، إلا إن النادي الأهلي في أي بطولة لازم يكون له حضور ويخطف الأضواء. لاعب فريق إنتر ميامي وبرشلونة السابق الغني عن التعريف جوردي ألبا اتكلم عن مواجهة النادي الأهلي وتصريحاته كلها كان فيها احترام كبير للنادي الأهلي. جوردي ألبا اتكلم وقال إن ماتشهم قدام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية مش هيكون سهل. كل ماتشات دور المجموعات في البطولة ليها طابع خاص، بس مواجهة النادي الأهلي هتكون صعبة. النادي الأهلي أفضل فريق في إفريقيا ومواجهته مش هتكون سهلة نهائي، لكن الحلو إننا بنلعب على أرضنا ومستنيين دعم الجماهير. جوردي ألبا اتكلم وقال إن دي أول مرة فريقنا يشارك في بطولة عالمية زي دي، وعندنا طموح نسيب بصمة ونخلي الناس تفتكرنا، وعايزين جمهورنا دايما يكون فخور بينا. وعن علاقته بميسي قال أنا وميسي لعبنا مع بعض سنين طويلة وكنا دايما سوا في الملعب وغرف الملابس، بعدنا بس سنتين ودلوقتي مبسوطين إننا رجعنا نلعب سوا تاني، إحنا بنفهم بعض من نظرة واحدة بس. أما طاهر محمد طاهر اتكلم عن مواجهة ميسي وميامي ووضح السر في إيقاف ميسي وقال فرصنا في الفوز في مباراة إنتر ميامي كبيرة، ولو فزنا في أول مباراة هتكون فرصنا كبيرة في المنافسة، ووقتها هنعرف اللي محتاجينه في المباراتين اللي فاضلين ضد بالميراس وبورتو. وميسي طبعا أعظم لاعب في التاريخ، ولكن عندنا طموح في تحقيق الفوز، وممكن نعمل خطة لإيقاف ميسي ونصدر له حمدي فتحي، ولو عدى منه يواجه ياسر إبراهيم. والله يا طاهر يا أخويا كلامك فوق راسي، بس ده ميسي يعني. أما ماجد مسعود رئيس رابطة مشجعي الأهلي في أمريكا قال في تصريحات إذاعية في راديو ميجا اف ام وضح فيها موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المباراة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيكون موجود في افتتاح كأس العالم للأندية وهيحضر بنفسه ماتش الأهلي وإنتر ميامي. وكشف كمان إن ميامي هتولع أحمر يوم الأحد. الناس هناك بتسأل عن حب الجمهور المصري للأهلي والشغف الكبير اللي بيبان في كل حتة الأهلاوية بيروحوا فيها.